والد زيزو ان في احد الوسطاء من النادي الاهلي اتكلم مع زيزو، اتكلم مع والد زيزو وقالوا له ممكن النادي الاهلي لو هو عنده رغبه ان هو ينتقل للنادي الاهلي في نهايه الموسم، النادي الاهلي يتعامل معاه زي اشرف بن شرقي، يديله حوالي مليون و500 الف، لا مليون وكم؟ مليون و500 الف دولار، ان الاهلي هيدفع لاشرف بن شرقي مليون دولار، عقد اشرف بن شرقي مليون دولار و25 مليون جنيه مصري، يعني بما يعادل 75 مليون جنيه مصري. فنفس الوسيط ده اللي اتكلم مع والد زيزو بيكلم والد زيزو عشان الاهلي عايز زيزو في نهايه الموسم قبل كاس العالم، قال له برضه عاملين عرض كويس لزيزو ان احنا نديله مليون دولار و25 مليون جنيه مصري، يعني حوالي 75 مليون جنيه مصري في الموسم. ده عرض من النادي الاهلي من وسيط من النادي، عشان اقول كلام مظبوط، يعني احد الوكلاء وسيط من النادي الاهلي اتكلم مع والد زيزو وعرض عليه ان النادي الاهلي ياخد زيزو في